صباح الورد والخير والسعادة على أحلى ناس في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو من سلسلة التوفير كسبنا كتير، النهاردة هنعمل أكل كده أرداحي، بس بقولكوا ايه أحلى بقى من أفخمها أكل، حاجة كده قمر الطعم، ولا احلى من كده ولا اجمل من كده، واهم حاجه نفسك القمر انت يا قمر. بس اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وكومنت حلو كده منكم، وتقولوا لي لما تجربوا الاكله دي وتعجبهم كلهم. هي كلها على بعضها شاكب راكب، مش هتعمل معاكي 30 جنيه، حاجه كده كلها توفير وطعمها ولا اجمل ولا احلى من كده. انا عارفه ان الستات المصريين عارفين الاكله بتاعتنا الجامده دي، اللوبيا الخطيره بتاعتنا، بس انا قلت برضو اشارككم بطريقتي فيها، وبرضو البنات العرايس الجداد اللي ما يعرفش يعملها لازم تعملوها، خطيره تحفه، حاجه كده قمر، والطعم ولا احلى من كده. انا هنا معايا لوبيا نص كيلو، سلقتها اديتها سلقتين بس، خلي بالكم عشان دي غير الفاصوليا البيضه، دي بتتسلق سلقتين بس وتقلبي فيها عشان ممكن تلزق من تحت وتلاقيها على طول استوت معاكي وبقت قمر. ومعايا 3 فصوص من الثوم دقاهم، وبصلايه كده حلوه مفرومه، ومعايا 4 طماطم عاملاهم في الخلاط، انت ممكن تعمليهم في الكب عادي جدا مش هتفرق معانا، بس اهم حاجه تمشي على التفاصيل بتاعتي وتشوفيها وتجربيها بطريقتي. وعايزاكي بصي تيجي تقولي لي بقى على القمر والجمال. احنا اخر الشهر وكده كده الدنيا صعبه اليومين دول، فما فيهاش حاجه لو ايه عملنا كده كام يوم الاكل ارداحي والله وهيطلع عسل. انت بس تعمليه بنفسك العسل ده وهياكلوا صوابعهم وراها. انا هنا نزلت بالبصله بتاعتي كده في معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهقعد اقلب فيها كده لحد ايه ما لونها ما يغمق معايا. بس خلي بالك اهم حاجه ما تغمقش منك البصل عشان ما تبوظلكيش الاكله كلها، انا عايزاها تدبل وتصفر بس، خلي بالك عشان الخطوه دي مهمه جدا، لو اتحرقت منك الاكله كلها طعمها يتغير. شايفين لونها ايه اغمق بس، دخلت ايه في السوا كده. هنزل على طول بعصير الطماطم، حطيت رشه سكر عليه، عاملاه قبلها في الخلاط طبعا، ولا تصفيها ولا حاجه، انزلي زي ما هي. يعني بشوف حاجات غريبه كده والله طول عمرنا بنعملها كده وبتطلع عسل، ايه يعني اللي جد؟ ايه بقى شغل نصفي وما نصفيش؟ طول عمرنا بنعملها كده وبتطلع ايه خطيره. وشويه ملح كده، ملحي برضو ايه انتي اكلتك، انا بحب احط رشه ملح وعود قرفه بس كده. ليه بقى انا بعمل البهارات دي؟ بس عشان انا الشوربه بتاعتي انا هستخدم شوربه كنت عاملاها من اكله قبل كده وحطها في الفريزر. ما عندك الشوربه نعمل ايه؟ عارفه البصلايه المفرومه اللي احنا حطيناها في الاول، تاخدي منها معلقه صغيره بس، وتحطي مرقه خضار او مرقه دجاج او مرقه لحمه على كوبايه ميه كبيره، والبهارات بتاعه الشوربه الحبهان والقرنفل والبهارات بتاعه الشوربه تحطيها ربع معلقه منها، وهيطلع معاكي احلى كوبايه شوربه حتى لو ما حطيتيش خطوه البصله دي. بس انا بقول لك خطوه بتاعه البصله دي هتخليكي كانك بالظبط سلقه فراخ او لحمه واخده الشوربه بتاعتها. لو ما عندكيش شوربه اعملي زي ما قلت لك كده، واشكريني على طعم الشوربه اللي محدش هيختلف عليها ويفتكروكي انت كان عندك شوربه في التلاجة. هنا انا نزلت ايه باللوبيا بتاعتي كده، انا معرفش في البلاد التانية اسمها ايه، بس احنا هنا عندنا في مصر اسمها لوبيا. انا عارفه ان الفاصوليا البيضه ليها اسم تاني عندهم برضو، باين بيقولوا عليها هي اللوبيا ولا ايه، بس يعني عشان ما نلخبطش بعض دي اللوبيا عندنا احنا هنا في مصر. ونزلت عليها بمج كبير من الشوربه، انا كان عندي شوربه، لو ما كانش عندي كنت عملت الحركه اللي قلت لك عليها في الاول، مرقه دجاج على مج كبير من الميه، وعليها هاخد معلقه من البصلايه المفرومه احطها عليها يغلوا على النار مع بعض، واحط البهارات بتاعه الشوربه بتاعتي، الورق اللورا والكوبيبه الصيني والحبهان والقرنفل، ما عندكيش حطي ورق لورا وحبهان بس وفلفل اسمر، هيديكي الشوربه بتاعه اللحمه وبتاعه الفراخ حاجه كده وهم حرفيا. انا بعملها دايما التركه دي، انا مبقاش عندي شوربه ومبقاش متاح ليا خلاص في اخر الشهر بقى والميزانيه خسعت خالص، بعملها وبتبقى قمر. بس انا كان صادف عندي شوربه، انت لو ما كانش عندك ولا اي حاجه هتطلع معاكي عسل. هنا بقى هعمل جنبها رز حبه وحبه خطير، اللي ما بيحبهوش يجرب يعمله بالطريقه دي هيدمنه حرفيا، حلو قوي، وكمان تغيير عن الروتين الرز بالشعريه كتير والرز الابيض وكده. انا هنا حطيت معلقه زيت كبيره، لازم في الرز حبه وحبه يبقى فيه زيت عشان يطلع مفلفل كده وقمر معاكي، ومعلقه سمنه طبعا عشان تطعم لي الرز، وهقعد اقلب فيه. بصي انا موراكي كل التفاصيل في الفيديو ده ليه؟ عشان الرز حبه وحبه بالذات ما ينفعش تسيبيه لحد ما يتحرق، لونه بيتغير في ثانيه. شايفه انا كل ثانيتين كده ارجع له تاني، كل ثانيتين ارجع له تاني.
عشان ده بالذات بيخدعنا، في ثانيه هتلاقيه اتغير وانتي فاكره ان هو فاتح، في ثانيه حرفيا. فانتي لازم تكوني غاسله الرز بتاعك. انا ده كان رز مصري مغسول فحطيته على طول من الكيس، بس الرز اللي هحطه عليه دلوقتي انا مجرباهم مع بعض فما بيطلعليش واحد مستوي شويه وواحد لا، بس انتي خليه كله من نوع واحد لو انتي مش مجرباهم مع بعض. التاني طبعا هغسله علشان التاني جايباه مش مغسول يعني على طول. شايفه لونه اتغير في ثانيه ازاي؟ انا وريت لكم كل مراحله في ثانيه عشان عارفه انه بيتحرق مع ناس كتيره. الرز كمان غير الشعريه، وطبعا الشعريه كمان بتتحرق بس على الاقل ممكن سيكه، بس الرز ايه سيكه دي حلوه، بس الرز يعني بالذات لازم ايدك تبقى فيه ثانيه بثانيه كده. وهنزل عليه بقى بميه. بص مجرد تغطيه بس، شايفه عقله، عارفه عقله صباعك؟ هي عقله من صباعك. وهسيبه ايه على نار عاليه يتشرب. وهرجع لايه للوبيا الجامده بتاعتنا، هنقلبها كده ونشوف ايه لو ناقصه حاجه، ناقصه ملح في اي حاجه، اقعدي قلبي برضو فيها كده عشان خاطر لو ناقصه حاجه تظبطيها، وعشان برضو ايه ما تلزقش. انا هنا ناري متوسطه، انا هنا بدوقها زي ما قلت لكم كده، لازم تدوقي اكلتك عشان تشوفيها ايه ناقصه حاجه او فيها حاجه عايزه رشه سكر، عايزه رشه ملح، عايزه حاجه. بس انا ما بحطش اي حاجه في الدمعه بتاعتنا غير الملح والقرفه، لان زي ما قلت لك شوربتي بتبقى مبهره. حتى لو ما عندكيش شوربه بهري الشوربه اللي هتعمليها بالمرقه وحطي في الصلصه بس القرفه، رشه قرفه، مش لازم عود قرفه، رشه قرفه مش هتبان ان هي قرفه، بس بتفرق في الطماطم بتاعتنا جدا، بتفرق في التسبيكه بتاعتنا سما وارض. هنا بقى ايه هغطيها واسيبها 5 دقايق. هنا نسيت اقول لكم فرجعت تاني حطيت الغطا وشلت الغطا وسايباها على نار هاديه 5 دقايق، يعني ما بتاخدش على بعضها كلها على بعضها ربع ساعه او 10 دقايق كمان لان هي مستويه من قبل كده. هنا بقى الرز بتاعي اتشرب، ههدي عليه النار خالص بعد ما اتشرب واغطيه واسيبه ايه ربع ساعه يستوي. وهنا انا قفلت عليها النار خالص. بصوا الجمال، خطيره تحفه، اللي ما عملهاش يدخل يعملها دلوقتي في اخر الشهر كده والميزانيه ضايعه، هتعملي اكله قمر. وبص الرز هنا بعد ما استوى، بصوا مفلفل وخطير ازاي، حاجه كده وهم. عايزاكم تعملوها. اصلا بعشق اللوبيا، احنا عندنا في البيت عامه بنعشق اللوبيا مع الرز الواحده وواحده، حاجه كده تحفه. انا بحس ان لا دايما كل ما اجي اطبخ اللوبيا لازم جنبها رز، وهي بتصادف كده وبعد كده بقينا احنا بقى ايه ندمنها. الاتنين دول مع بعض بتبقى تحفه وخطيره، واشكروكي عليها، واكله قمر واقتصاديه ومن غير لحمه ولا فراخ، وطعمها عسل، كلنا صوابعنا وراها من كتر جمالها. ما تنسيش حبيبه قلبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني انا واختكم هاله باشتراك القناه وتفعيل الجرس واللايك، وتقولي لي في الكومنتات لما تجربوها ان شاء الله ويتوهموا كده بجمالها ونفسك القمر. يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. باي باي حبايب قلبي.